ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد يا رب يعجبكم ان شاء الله وتستفادوا منه ولو معلومه بسيطه قد كده اهو. وكمان تفيدوني بمعلومه، يعني اي حد بيكتب حاجه في الكومنتات انا كمان بستفاد منها، يعني الافاده متبادله ما بيننا ان شاء الله. يعني نبدا الفيديو من اوله. الجوافه دي كانت عندي واكلنا منها وقعدت، بصوا يعني في بعض الوحدات كده داخله على بوظان، فقبل ما تدخل على البوظان نستفاد منها ونعملها عصير ونحطها، يعني نقطعها عشان نعملها عصير بعد كده ونحطها في الفريزر قبل ما تبوظ. يعني خلاص جبت فاكهة واكلت منها اول يوم، وتاني يوم اكلت منها وما تقعدش لتالت يوم، فخلاص يعني تاني يوم بالليل كده اعمليها قطعيها وحطيها في الفريزر، وبعد كده في اي وقت عايزه عصير يبقى عندك فاكهة بدل ما تبوظ. وزي ما قلت لكم الظروف اللي البلد كلها او العالم كله فيها دلوقتي بتخلينا نستغل اي حاجة وما نسيبش اي حاجة عندنا تبوظ. وده كمان فلفل فلفل الوان. اقول لكم قصة فلفل الالوان، انا بجيبه وبخزنه. الفلفل الالوان غالي جدا، يعني عندنا ب35 واحيانا بيوصل، لا هو 35 ممكن يوصل 30، من 30 ل35 جنيه. فلما بيقعد نفس النظام اللي انا بقوله لكم على الجوافه ده، لما بيقعد عند الراجل مثلا يوم واتنين وما بيتباعش، والراجل يحس ان هو خلاص هيبوظ، بس زي ما انتم شايفينه كده مش بايظ ولا اي حاجه، بس يحس ان هو هيبوظ فعايز يتخلص منه باي شكل، فبيبيعه بسعر ارخص. يعني مثلا يعني بيبيعوا، مش هقول لكم على سعر، بس بيبيعوا بسعر ارخص بكتير من سعره الاساسي اللي هو جه فيه في اول يوم. وزي ما انتم شايفين الفلفل ما فيهوش اي حاجه ومش بايظ، بس احنا نستغل محدش يقول انت بتجيبي حاجه مش بايظ، اديكم شايفين قدامكم مش بايظ، بس كان عند الراجل اخد يوم ولا اتنين وخلاص، يعني خلاص الراجل اخد رزقه منه من الاخر كده، اخد الرزق، فبيقلل بقى من سعر الكيلو. وانا بحتاجه كتير جدا في كل الاكل اللي انا بعمله، بدخل فيه او اغلب الاكل اللي انا بعمله بدخل فيه الفلفل الالوان، فبجيبه لما يكون رخيص شويه زي ما انا حكيت لكم كده، و وبخزنه. بس طبعا زي ما قلت لكم برضو قبل كده ان الفلفل الالوان او اي خضار بتجيبيه بتحطيه في الفريزر بتطلعيه منه على البوتاجاز على طول. يعني الفلفل اللي زي ده ما ينفعش تسيبيه يفك، هتجيبيه وتحطيه على طول. لو على البيتزا اصلا هو يعني بيبقى مجمد بس بيتكسر معاكي بسرعة، ممكن هترشيه على طول على البيتزا وتحطيه في الفرن. بيساعدك جدا وبينجز جدا، وبجيبه رخيص، زي ما شرحت لكم القصه اللي فاتت دي. هنقطع كل الكميه اللي معانا. انا كنت خلاص قطعت الجوافه الكميه اللي معايا، وهنقطع الفلفل برضو الكميه اللي معانا. فلفل ممكن تحط فلفل اخضر كمان عليهم علشان لما تيجي تطلعي كيس يبقى كله متكامل مع بعضه. بس انا ما بحطش فلفل اخضر، اقول الفلفل الاخضر بيبقى سهل ومتوفر طول السنه ومش غالي، مع انه والله ما فيش حاجه مش غاليه دلوقتي، كل حاجه غاليه، كل حاجه غاليه. بس معلش هنجيب الفلفل الاخضر بعد كده، مش هيبقى غالي بالشكل ده. حطيت في الكياس بتاعه اللي هي محكمه الغلق، بس الكياس محكمه الغلق دي مش بتاعه ايكيا، بتاعه ايكيا احسن بالنسبه لي، بتتقفل اكتر من كده، ومحكمه الغلق اكتر من الكياس العاديه اللي هي البيضه العاديه بس ليها قفل من فوق. معانا حمام تاني. هتقولي ايه حكايتك في الحمام؟ هو تقريبا اللي بيشوفني عارف ان انا بحب الحمام، فاي زياره بتجيلي حمام. فكان في واحده حبيبتنا يعني جايبالي زياره، بس الفيديو طويل قوي فما لحقتش اوريها لكم. هبقى احط لكم الجزء ده في الفيديو الجاي ان شاء الله وتشوفوا الكرتونه دي كان فيها ايه، بس كان من ضمن الكرتونه دي الحمام اللي انتوا شفتوه. فنبقى نشوف الجزء ده، حبيت اوريكم جزء منه، بس هنبقى نشوفه الجزء الجاي. يعني برضو الحمام ده كان جايلي في زيارة من واحدة على فكرة نعرفها، يعني مش واحدة نعرفها، يعني مش بس متابعة، لا نعرفها وفي ود متبادل بينا، والحاجة اللي بتتجاب بتترد 10، عشان انا عارفة التفكير اللي بيدور في الدماغ، عارفاه، انا عارفاه كل السمعة السيئة اللي واخدينها بتوع اليوتيوب وبتوع الناس دي، ان هم فاهمين انتوا طبعا الحاجة دي اللي بتتجاب بتترد يعني احسن منها.
بس فدلوقتي هنعمل كميه. بصوا انا الحمام لسه كنت عاملاه معاكم من قريب جدا، فجالي تاني والحمام ده طازه كان لسه مدبوح، فقلت يعني لما بيتعمل طازه بيبقى طعمه احلى، فانا هعمله تاني النهارده او هعمل منه جزء تاني النهارده. فبما اني لسه كنت عاملاه معاكم قريب فنجري بقى الفيديو شويه في الجزء ده. هنا مش هعمل الكميه كلها، هعمل الكميه اللي احنا هناكلها بس، وحطيت الكبد والقوانص والحاجات اللي زي دي في كيس لوحدها، مش هحطها في الفريك المره دي. والحمام المتبقي حطيته في كيس، وكنت عملت الفريك. انا جريت الحته دي او ما صورتهاش علشان انا كنت لسه عاملاه معاكم قريب، فعلشان ما نكررش نفسنا. طبعا انا لو حلفت لكم ان انا مش انا اللي مطلعه الحلق بالشكل الغبي ده مش هتصدقوني، فمش هحلف ومش هقول بس الحلق شكله متخلف جدا. عارفين المعلمات بتاعت اللي بيقعدوا في، مع احترامي ليهم طبعا، اللي بيقعدوا في بيبيعوا سمك، والمعلمات بتوع دول اللي ماما بيبقوا مطلعين لافين الطرحة كاملة كده ومطلعين الحلق جزء منه بالشكل ده او نفس الشكل ده بالظبط. بس انا طبعا ما كنتش واخده بالي والله. على فكرة عادي ممكن واحدة تكون لافة طرحة بشكل معين وتلبس حلق بيبقى شكله حلو، لكن لما تكوني لافه الطرحه بالشكل ده وتطلعي الحلق جزء منه بالشكل ده بيبقى شكل مش حلو، شكل متخلف شويه. بس والله ما اخدتش بالي غير وانا بمنتج دلوقتي. المهم جبت الحمام اللي انا هعمله، وكنت عملت الفريك وخلصته وحشيته. نجيب بس قماشه ننضف المكان بتاعنا. نضفنا المكان بتاعنا، جبنا الحمام بتاعنا، وبحرك ايديا كتير وبخبط في ايديا كتير. في الوقت اللي انا كنت بعمل فيه بحشي فيه الحمام كنت حطيت المية وهي خلاص غليت، وهنحط فيها الحمام نستناها لحد ما نشيل الزفارة منها، ونحط البصل وورق لورا وملح وفلفل. لو هتحطي فلفل حب يبقى احسن في الشرب علشان لونها ما يتغيرش، مش ما يتغيرش، ما يغمقش ما يسودش. وكمان جريت الفيديو شوية عشان الجزء ده انا الحمام عملته اسمها ايه دي، بالفرشة باللبن كده، وحطيته يحمر دي، وحطيته علشان يتحمر. وفي الطاسة التانية كنت حاطة بعمل الطشة بتاعة الملوخية. انا عملت خلاص حفظتوني انا مع الحمام بعمل بامية او بعمل ملوخية وشوربة ورز او عيش شمسي. فهو ده السيد عندي. مع الفراخ البلدي بعمل كشك. هو كده زي ما تقول كتاب منزل عندي في البيت، ان الحمام بيبقى معاه ملوخية او بامية فلت ورز وشوربة، والفراخ البلدي بتبقى معاها كشك وبرده شوربة. عملت الطشة وشهقنا الشهقة، وكده خلاص الاكل خلص. نغرفه بقى. انا جريت الجزء ده قلت لكم عشان انا كنت لسه عامله الحمام من قريب. بصوا الملوخيه انا كنت عايزاكم بس تشموا الريحه كانت قلبه الدنيا، متهيألي الريحه كانت قلبه البيت كله. ريحه الملوخيه بالطشه دي حاجه فظيعه. هنطلع بس بقى الحمام وهنغرف الاكل، وبعد كده هوريهولكم. انا مش عارفه هنا كنت رحت فين. كانت الشوربه بولع عليها علشان تسخن، لان كنت عملتها وهم عايزين ياكلوا، وحسيت ان هي بردت شويه، الشتا دخلت فبتخلينا الحاجه نسخنها، مع ان الشوربه ما بتحبش تسخن على فكره عشان ما تطلعش النشا بتاعها. بس حسيت ان هي بردت لحد ما كنت خلصت كانت هي بردت. دول كانوا اخر شويه في الحمام. دي كانت اخر واحدة. الحمام حجمه مش كبير، الحمام حجمه متوسط، بس يعني حلو جدا وشكرا جدا. والزيارة اللي جات لي دي فيها حاجة كل الشعب المصري بيحبها، كل الشعب المصري وكل الشعب المصري بيتمنى ان هي تيجي له زيارة، مش بس الصعايدة يعني كلنا. هنا كنت بقى عملت رز، وعملت ملوخية وسلطة ومخلل، وادي الحمام وادي الشوربة، وكده كان الاكل معانا خلص. هنحط الاكل وبعد كده هنعمل كاب كيك، عشان في متابعة من اهم المتابعات عندي، المتابعات الاوفياء دول اللي دايما كومنتات ودايما لايكات ودايما وبيكلموني على الفيسبوك. دول طلباتهم اوامر. قالت لي عايزة رانيا، قالت لي بنت عمي، قالت لي عايزة اعملي لنا طريقتك في الكب كيك، فانا هعمل لها الكب كيك عشان خاطر رانيا مخصوص. بصوا يا جماعه الباكج دي
ست 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 6 رول من المناديل وعليهم 2 مجانا. هي كنت بجيبها 5 وعليهم واحدة مجانا، تقريبا كانت ب30 جنيه. دلوقتي دي بقت 6 وعليهم 2 مجاني او هدية ب40 جنيه. فانا حاسة العرض كويس الى حد ما في الاسعار الفظيعة دي. هو غالي طبعا، بس بما ان هما 6 ومعاهم 2 فكويسين. دلوقتي نعمل الكب كيك. فالكب كيك هعمله ب3 بيضات بس. ممكن تعمليه ببيضتين هيمشي معاكي ومش هيقول لا. هعمل 3 بيضات، ودي كوبايه الا ربع سكر، او ممكن تحطي نص كوبايه، بس هتبقى حلايتها مش هتبقى يعني اللي بيحب الحلايه المظبوطه اعمليها كوبايه الا ربع. واللي بيحبها ساده شويه مع الشاي مش هتبقى ساده شويه، هتبقى فيها محليه بس حلايتها خفيفه، يحط نص كوبايه. ودي كوبايه ونص دقيق، نص زيت نص لبن. نص زيت نص لبن، كوبايه الا ربع سكر، كوبايه ونص دقيق، و3 بيضات. ومعانا طبعا ذره الملح والبيكنج باودر والفانيليا. ذره ملح، بيكنج باودر وفانيليا، وكوبايه الا ربع سكر، وكوبايه ونص دقيق. انا احتجت معلقه تاني، يعني كوبايه ونص دقيق احتجت معلقه واحده بس تاني، ونص معلقه ونص كوبايه من الزيت، ونص كوبايه من اللبن. نص كوبايه زيت، نص كوبايه لبن، كوبايه ونص دقيق، كوبايه الا ربع سكر، و3 بيضات، والفانيليا والبيكنج باودر معلقه كبيره بيكنج باودر. وطبعا الفانيليا خلاص تعودنا، كل بيضايه عليها واحده فانيليايه، وذره الملح. اي نوع كيك في الدنيا انا بعمله بنفس الطريقه. بفصل البياض عن الصفار، وبضرب ده لوحده وبضرب ده لوحده. وبرده نفس الموضوع، لو السكر عندك سكر بودر هتحطي كوبايه علشان تحليه السكر البودر اقل من تحليه السكر الخشن. حطي كوبايه كامله لو سكر بودر، بس انا برضو ما جبتش سكر بودر فاستخدمت اللي كان عندي. هو هيديلك نفس النتيجة، بس السكر البودر ما بياخدش ضرب كتير ونتيجته بتبقى أسرع. لكن السكر الخشن بتفضلي تضربي فيه كتير كتير كتير. عموما أنا بحب استخدم، كل مرة بقولكوا كده، بستخدم السكر البودر في كل الحلويات. حطيت هنا بقى بعد ما ضربت بياض البيض مع بعضه، حطيت المكونات الباقية اللي هي صفار البيض واللبن، صفار البيض والزيت الأول، والزيت، وضربتهم علشان السكر يدوب. وبعدين حطيت اللبن، وبعدين حطيت الدقيق. زي ما انتوا شفتوا انا حطيت الدقيق اللي هي كوبايه ونص، نخلته وحطيت كوبايه ونص، وهحط معلقه واحده بس هحتاجها. ومقادير الكب كيك بتبقى القوام بتاعها اخف من الكيك، يعني بيبقى اخف من الكيك، ما يبقاش قوامه زي قوام الكيك، بيبقى اخف من الكيك. هتشوفوا القوام دلوقتي بتحسوه مدي على، هتشوفوه. يعني انتي شوفي بالتقدير كده انتي بتعملي الكيك ازاي، والكب كيك طلع معاك ازاي. لو طلع اخف يبقى انتي كده مقدارك مظبوط، بس اعملوا المقدار ده هيطلع معاكوا تحفة، والله العظيم هيطلع تحفة. جبت فاكرين ده اللي كنت جايباه في رمضان علشان الزلابية، وطلع فاشل 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 في الزلابية، طلع بقى ممتاز 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 من هنا للسنة الجاية في الكب كيك. انا دول الورق بتاع السيليكون هحطه في القالب بتاعه. بصوا لحد ما جبت المقادير وعملت الحاجات وكده، كان في كام واحدة منهم اخدوهم ومعرفتش مكانهم فين. قلبت الدنيا عليهم كده 3 ما لقيتش الورق بتاعهم خالص. اخدوه اختفى، مش عارفه رموه في الباسكت، وبتاع اللي بياخد الباسكت جه واخدهم معاه ولا ايه، مش لاقيهم. هدور عليهم تاني. حط يعني 3/4 القالب، وهنخبطها الخبطتين دول عشان نطلع الهواء الزياده. احنا مش عايزين غير الهواء المفيد، الهواء المضر بقى هنطلعه عشان هيعمل لك كده فقاعات وشكل مش حلو من فوق. الفرن هتبقى فرن هاديه طبعا، مكان ال3 اللي ضاعوا. فدهنت القالب ده واحط باقي الكميه فيه، وهيطلع حلو برضو. مش معنى ان مفيش ورق السيليكون ده يبقى الكميه الباقيه تترمي، لا، نحطها في اي قالب عندنا بتاع كيك او بتاع اي حاجه وهنحطها. بصوا بقى النتيجه ممتازه ممتازه ممتازه. هوريكم بس، لازم تحطي فيها، ما اخدتش وقت، ما بتاخدش وقت زي الكيك، اخدت تقريبا ربع ساعه، وبتفك بمنتهى السهوله. بس انتوا خدوا بالكم ان انا الورق السيليكون ده دهنته سمنه قبل ما احط فيه برضو، يعني حتى لو كان سيليكون بس لازم تدهنيه.
كنت عايزه اوريها لكم بس كانت سخنه، بس هوريها لكم دلوقتي. بتطلعيها من الورق السيليكون ده، بتطلع بمنتهى السهوله. ممكن تزيني باي حاجه، ممكن تحطي سكر بودره من فوق لو الحلايه خفيفه، وممكن تحطي جوز هند. بصوا بقى، بصوا ممتازه ممتازه في السوا وفي بصوا طريه ازاي، بتضغطي عليها طريه وطعمها. على فكره الكميه اللي انا عملتها دي خلصت في وقتها. انا كنت حاطه في دماغي مثلا ان انا هحط لهم في اللانش بوكس بكره، ما تبقاش ولا اي حاجه في اللانش بوكس بكره، اتاكلوا دلوقتي حالا يعني. فطعمها كان تحفه وكانت ممتازه. اعملوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا وناجحه جدا. و مش هشكر فيها كتير. اللي يعملها ويحب يصور ويورينا اللي هو عمله يبعت لي على الفيسبوك وهنبقى نعرضها. واي حد بيعمل اي حاجه برضو بيشوفها في القناه عندي ويعملها، يا ريت يصورها ويبعتها لي. دي بقى اللي كانت كبيره وعملناها، وكان كده كل حاجه خلصت. دي بقى فاره عندي نقدتها من النص. وكده الفيديو خلص. يا رب يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا ولو معلومة بسيطة جدا من اي حاجة في الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.